وعايز اقول لك ان من البرشام ابو 5 جنيه لابو 25,000 جنيه، كله الميكانيزم في اكشن واحد. المكنه المعيوبه دي قصه تانية، دي عندها خلل في دوره حرق السكر في الدم. اللي يفرق المكنه السليمه حرقا عن المعيوبه حرقا دوره حرق السكر في الدم. عشان كده انتشرت ادويه السكر في عمليه التخسيس. هي بتخسسي ليه؟ هي شغاله على ترموستات معين اللي هو نسبه السكر في الدم. دي الصنعه. سكرك في الدم فين؟ اذا جسمك بيعمل ايه؟ سكرك في الدم فوق، اي حاجه هتخش من بقك هتخش مخازن. طب سكرك في الدم في الافريج في النص، اي حاجه هتخش من بقي هتطلعه لفوق لكن ما دخلتش ده. طب سكري في الحد الادنى، اي طاقه الجسم يحتاجها يسحبها من المخازن. فلا سبيل ان انت جسمك يسحب من الدهن غير ونسبه السكر في الحد الادنى. عشان كده بيبلبعوا ادويه سكر. هو المفروض ان جسمك فانكشنالي بيوطي السكر في الدم لما تقعد تعمل حركه او تقعد ساكت من غير اكل 5 6 ساعات، السكر بينزل للحد الادنى. التاني بقى بيعمل كده وياخد حقنه فتقوم مفضيه له السكر في الدم. طبعا بتوطي السكر في الدم فبيبقى جاهز ان الجسم ياخد من المخازن، لكن هو وقف الفانكشن دي اللي الجسم نفسه بيعملها. فمع تكرارها فتره طويله الجسم هيعطل عن حرق السكر في الدم، فهتلاقي بقى كل دوره حرق السكر تاثرت. طب ما انا كنت سليمه. هل هتخسس اسرع؟ لا. وعايز اقول لك ان من البرشام ابو 5 جنيه لابو 25,000 جنيه، كله الميكانيزم في اكشن واحد. كله بيفضي السكر في الدم فيبدا الجسم يستمد طاقه من المخازن الضخمه.